المعمول الحجازي بطريقة سهلة وسريعة. المكونات: نص كيلو دقيق أبيض، كوب زيت، كوب سمن، ملعقتين كبيرة من حليب البودرة، قليل موية حوالي نص فنجان، ظرف سكر ستيفيا أو ملعقة كبيرة من السكر العادي، ملعقة كبيرة من بهارات المعمول جهزته مسبقاً عبارة عن حبة البركة وشمر مطحونين بالطحانة. ننزل الدقيق على الزبدية وبهارات المعمول والسكر، وأضفت ذرة من ملح الهيمالايا. راح أكتب لكم المكونات بأدق التفاصيل في صندوق الوصف. ونقلب جميع المكونات الجافة مع بعض، وننزل عليهم كوب الزيت وكوب السمن وحليب البودرة، ونقلب لحد ما تختلط المكونات السائلة مع الجافة، ونبدأ نعجنها بيدنا ألين تتماسك، وهذا القوام المطلوب، متماسكة وما تلصق باليد. والآن نجهز الحشوة. أضفت قليل زيت للتمر يعطيها ليونة وطراوة، وأضفت فستق مجروش. طبعا الفستق اختياري، نقدر نستغنى عنه أو نستبدله بأي مكسرات أو نارجين. والآن نبدأ بتشكيل المعمول بالقطاعة، وممكن نشكلها بيدنا دوائر ونزينها بالمنقاش، ولكن القطاعة أسهل وأسرع. بكمل الكمية كلها وأرجع لكم عشان ما أطول عليكم الفيديو. والآن بدخلها على فرن مسخن مسبقا من فوق وتحت على حرارة هادية لحد ما تتحمر من الجهتين. بتاخد تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، وتسعدني آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.